عاملين ايه يا اصدقاء؟ النهارده تاني يوم في التحدي بتاع القراءة. انا بفلوج الحاجات دي علشان يعني تكون حاجات زي ايه، ميمورايزد كده، حاجات لها ذكريات عندنا يعني. فبحاول ان انا يعني احط الحاجات دي كلها هنا موجودة، تبقى موجودة على اليوتيوب، بحيث ان انا ابقى اشوف ايه ده انا يا ابني ذاكرت او قرأت كتب مثلا لمدة اسبوع متواصل. فانا كده اقدر اعمل كده. اقدر مثلا لما حماسي وشغفي يقل اقدر اكمل. بمناسبة حتة طالب جامعي مرهق اللي موجودة هنا دي، فكلنا داخلين على الجامعة ومراهقين، هنبقى 1% زي ما موجود كده جنبيها. فبحاول ان انا يعني ايه، استعيد كده دماغي واستعيد القدرات الذهنية اللي عندي دي قبل الجامعة. فمتحمس جدا لليوم التاني بتاع تحدي القراءة ده، فيلا بينا بقى ننزل تحت ونقرأ. الجو لسه، الساعة دلوقتي أصلا لسه 7. ف انا بادئ تحدي القراءه من بدري، يعني فاهم اللي هو انا هجيب اليوم من بدري قوي علشان يعني ايه، اظبط الدنيا كده في اليوم. ان شاء الله اليوم يكون جميل باذن الله. الكتاب اللي انا هقراه هو فن التاثير في الاخرين. صراحه الكتاب ده مهم جدا ان انا اقراه، يعني خصوصا انا يعني، خصوصا في الحاجه اللي انا بعملها، لان انا بقدم محتوى مثلا على قناه فزلوك. فمحتاج ان انا اكون عارف ايه هو احتياج الناس بتدور على ايه، وازاي انت تجيب الشخص كده تقول له والله يعني انا عارف ان انت عندك المشكله الفلانيه وممكن اساعدك في حلها. ويمكن ده مثلا في بعض الانشطه الطلابيه اللي انا موجود فيها، وفي بعض الاماكن لما بتعرف على الناس يعني بنعرف نعمل ده بشكل كويس يعني مع بعض. سواء حد عنده مشكله مثلا ان هو مش عارف مثلا يقرا، مش عارف ينتج، مش عارف ينظم الوقت بتاعه، فبحاول ان انا على قد ما اقدر يعني اننا نشير السكيلز او نشير المهارات اللي عندنا دي معاه، بحيث ان الموضوع كده يكون جميل يعني. ويعني زكاة العلم نشره، يعني ان انت بتشارك العلم او بتشارك الحاجات اللي انت عرفتها دي. يمكن بعض الحاجات او المهارات اللي انا عرفتها دي عرفتها من حد كان بيشير المعلومات دي برضو من على اليوتيوب، او حد انا اعرفه شخصيا يعني، او ان انا قرات كتاب مثلا، او ان انا خدت كورس عن تنظيم الوقت او اداره المهام اليوميه او الكلام ده كله. فبحاول ان انا اشير يعني على قد ما اقدر. فهقرا الكتاب ده بقى، واستنوا الريل بتاعت الكتاب ده على قناة فزلوك، بس بعد ما اقراه يعني ان شاء الله اقول لكم على الفكرة بتاعته كده. وبرضه على التيك توك لو انتم مش متابعين، برضه ما بحبش اقول الحاجات دي هنا على القناة، لاني حاسس القناة دي بتاعتي انا، يعني بتاعت انا والناس اللي هي عايزة تكون مع احمد اسماعيل في الرحلة يعني. فبحاول اريكفر هنا الحاجات الذكريات زي ما قلت يعني. مش بحاول ان انا ايه خش واشترك، وهسيب لكم اللينك التيك توك ولينك الفيسبوك ولينك اليوتيوب وكل الكلام ده. اعمل سبسكرايب. من الحاجات اللي انا بحاول اخدها كده في وسط القراءه على الصبح كده، هي حته ان انا اتمرن، اجري، اعمل شويه رياضه، اي حاجه. بص افصل ما بين جلسات القراءه كده، عشان ظهرك وعشان القعده وعشان اي حاجه يعني. فانا بحاول اعمل كده. انت بقى في المذاكره حاول ان انت تاخد بريكس يعني. حته البريك دي اتكلمت فيها كتير قوي في الفيديوهات على قناه فزلوك يعني. ف فاهتموا بحته البريكس. وضروري ما تاخدش البريك وانت قاعد على المكتب، وانت قاعد في نفس المكان اللي انت بتعمل فيه الحاجه دي وانت بتذاكر. لا يعني، ما انت كده ما خدتش بريك، انت كده لسه قاعد مكانك وما قمتش مكسل. فقوم كده واتحرك كده ونشط الدوره الدمويه 10 عدات ضغط كده، فهتلاقي الدنيا معاك تمام.